شجر الموالح عندك بدأ يصفر، الثمار بتقع أو حجمها صغير، لو استنيت كتير الخسارة هتبقى في المحصول كله. تعال أقولك إزاي تلحق الشجر وتعمل تعويض سريع للعناصر الناقصة بالطريقة الصح. قبل ما تشتري أي سماد بص على الورق، لو الاصفرار في الأوراق الجديدة أو القمم النامية يبقى ده نقص حديد، لو الورقة صغيرة ومكرمشة وشكلها زي الوردة يبقى نقص زنك. علشان تلحق النبات فورا لازم ترش مش بس تسمد في الأرض، لأن الرش أسرع في الامتصاص. كوكتيل العناصر الصغرى، رش حديد وزنك ومنجنيز وبورون ومولبديوم مخلفي، ده بيعوض النقص في أيام. نترات الكالسيوم مهم جدا دلوقتي عشان تمنع تشقق الثمار وتثبت العقد. سلفات المغنيسيوم لو عايز الورقة ترجع خضرة وقوية وتصنع غذاء صح. بعد كده الحل الجذري لتجهيز التربة، علشان المشكلة ما تتكررش لازم تظبط الأرض. استخدم الهيوميك أسيد مع مية الري، ده وظيفته إنه بيفك العناصر المحبوسة في التربة وبيخلي الجذور تسحبها بسهولة. ودايما اتأكد إن مفيش عفان جذور، لأن الجذر التعبان مش هيعرف ياكل مهما سمته. الخلاصة الموالح محتاجة عين خبيرة وتدخل سريع. لو عندك شكل معين للإصفرار ومش عارف سببه صوره واكتب لي في التعليقات وهقولك ده نقص إيه بالظبط. سلام.